فيلمنا بيبدأ مع مشاهد صعبة جدا ووحشية، وبنشوف ناس عمالة تجري في الغابة بالليل وباين عليهم الخوف والرعب، وشوية منهم بيصرخوا كده بصوت عالي جدا وبيطلبوا المساعدة، وبيحاولوا يهربوا من المكان وينقذوا حياتهم بأي طريقة. وبنعرف إن في وحش مخيف بيطاردهم وقريب منهم جدا، وبتتكعبل كده باربرا وبتقع كده على الأرض وهي بتجري، وفجأة حد بيجرها ورا شجرة، واصحابها كارل وفيكي ودوجلاس واقفين مرعوبين من الموقف كده ومش عارفين يتصرفوا. وبتموت باربرا بوحشيه قدام عينيهم على ايد المخلوق المرعب ده. وبيروح المشهد بتاعنا لمجموعه من الشباب راكبين عربيه مع بعض وفي طريقهم لرحله في الغابه، وبنتعرف على المجموعه الجديده وهم جيف وخطيبته ماندي، ومعهم أليسا وخطيبها مات وشون صاحبهم. وبتدلهم أليسا على الطريق لأن هي الوحيدة اللي عارفاه، وبتطلب منهم يمشوا على طول ويدخلوا من الغابة. وبيتكلموا كلهم مع بعض في الوقت ده وبيسلوا نفسهم في الطريق، وبيلاقوا في وشهم لافتة مكتوب عليها تحذير من استخدام الطريق ده. وبيوقف كده جيف العربية وبينزلوا كلهم عشان يشوفوا ايه حوار الطريق ده، وبيعرفوا ان الطريق مقفول عشان في عملية ترميم بتتعمل في الغابة. ماشي سهلة. وبيفتكر جيف ان دي ممكن تكون حجة عشان يقفلوا الطريق مش اكتر، وان مفيش اي اصلاحات ولا حاجة. وبيحسوا كلهم بالاحباط لان الرحلة بتاعتهم كده باظت. وبتحاول ماندي انها تلطف الجو وبتطلب من جيف ان هو يهدى وما يضايقش نفسه، وبيقرروا في الاخر انهم يخيموا في المكان اللي هم فيه وخلاص. وبتحكي لهم أليسا انها متعوده دايما تعمل تخييم مع اهلها في اماكن قريبه من هنا من وهي صغيره، وبيستعدوا عشان ياخدوا كل الحاجه بتاعتهم ويوصلوا المكان اللي هي بتقول عليه، وممكن يعني ياخدوها مشي لان العربيه مش هتعرف تدخل جوه. وبيسألهم مات هي الحاجات اللي في العربية دي هتبقى في أمان لو سابوها ولا إيه النظام. وبيأكدوا جيف إنهم هيخبوا مفتاح العربية في الغطا بتاع الغاز، وبكده محدش يعرف يفتح العربية خالص. بس ماندي بتصمم تظبط الميك اب بتاعها، مش وقته خالص يا حاجة ماندي. وبيضطروا كلهم يستنوها، وبيدخلوا بعدها الغابة وبيبدأوا المغامرة بتاعتهم، وبيمشوا في الطريق اللي أليسا كده وصفته بالظبط، وبيستمتعوا بالمناظر الطبيعية اللي بيقابلوها طول الطريق وبيعجبوا بيها جدا. وبيسألهم شون هو ينفع يعني يستخدم البخاخ اللي معاه ده ولا لا، وبيقول له جيف ان التحذير كان مكتوب عليه ممنوع استخدام البخاخ عشان ده بيضر يعني بالغابه، وان الحيوانات ممكن تهاجر المكان بسبب الحاجات اللي زي دي، بس هو جايب البخاخ احتياطي عشان لو اي حيوان مفترس هجم عليهم يرش عليه منه. وبيتريق شون عليه وبيقول له ان البخاخ ده مستحيل ينقذه من دب مثلا. وفجاه بيلاقوا قدامهم جثه ذئب كبير مقتوله ومتاكله بطريقه وحشيه جدا. وبياخدوا وقت طويل في الطريق وكل ده ما وصلوش للمكان اللي هم عايزينه، وبيلاقوا ان الشمس خلاص هتغرب. وبتحس أليسا انها قلقانه والدنيا بدأت تبوظ منهم، وبيتناقش جيف كده معاها عن الوضع ده، وبنفهم من كلامهم انهم اخوات اصلا، وبتعرف منه ان هو اخدهم من طريق اطول عشان يستمتعوا اكتر بالجو العام. وفي الوقت ده بيروح مات عشان يعمل يعني نداء الطبيعه، وبيلاقي شنطه ظهر كده مرميه على الارض وبياخدها عشان يشوف فيها ايه. وفجاه بيسمع صوت غريب جاي من بعيد، وبيخاف جدا وبيرجع بسرعه لاصحابه وبيوريهم الشنطه اللي لقاها وبيفتحوها كلهم. ولما الليل بيجي بيقرروا يقوموا ويكملوا في طريقهم، وبيستخدموا الكشافات اللي معاهم عشان يشوفوا كويس. وبتتضايق ماندي من تصرفات جيف وبتقول له ان بسببه ضيعوا اليوم عليهم، وبتحس انهم تايهين في الغابه، وبيقفوا عشان يحاولوا يعني يشوفوا الطريق الصح ويكملوا فيه. وبتحدد أليسا موقعهم من القمر الصناعي، وفي الوقت ده بتلاحظ ماندي ان في حاجه غريبه بين الشجر وقريبه منهم، وبتقرب منها عشان تشوف ايه ده، او تكتشف ان في جزمه مرميه في الارض ومليانه دم. وبتخاف جدا وبتصرخ بصوت عالي، وبيجري اصحابها عليها بسرعه عشان يطمنوا عليها. وبتصدموا كلهم المشهد المرعب ده لانهم بيلاقوا اجزاء جسم بشريه مرميه على الارض، وبيسمعوا بعدها صوت زئير وبيخافوا اكتر، وبيعرفوا ان حياتهم كلهم في خطر. وبيقرروا يهربوا بسرعه من المكان من غير ما يعرفوا مين اللي بيعمل كل ده. وبيوصلوا لمكان عالي في الغابه يمكن يلاقوا الحارس ويساعدهم. وفجاه وهما بيجروا بيظهر قدامهم مخلوق شكله كده غريب جدا ومخيف وبياكل حاجه قدامه، وبيلاقوا ان هو وحش بشري وليه اسنان حاده وراسه شبه المخلوقات الفضائيه وجسمه شبه المستذئبين. وبيجروا كلهم من قدامه بسرعه من كتر الخوف، وبيتكعبل شون وبيوقع شنطته بالغلط وبياخدها وبيهرب على طول. وبيستخبوا كلهم ورا صخره كبيره وبيراقبوا المكان من حواليهم، وبيلاقوا بيت قريب منهم موجود في وسط الغابه. وبيطلب جيف من شون ان هو ياخد البنات تستخبى في البيت ده، وهو هيشتت انتباه المخلوق لحد ما هم يوصلوا. وبيوعد خطيبته ان هو يجي وراهم على طول ويطمنها. واول ما هم بيتحركوا بيشغل جيف الكشاف بتاعه وبيبص لوراه كده وبيلاقي الوحش في وشه،
وبيهجم عليه وبيعضه في كل جسمه لحد ما بيموت، وبياكل كل اعضاء جسمه. وبيشوف صحابه المنظر ده وبيترعبوا وبيعيطوا لانهم مش قادرين يساعدوه ولا يساعدوا نفسهم، وبيجروا بسرعه للبيت عشان يستخبوا، وبيفضلوا يخبطوا على الباب وبيطلبوا من صحاب البيت انهم يفتحوا لهم بسرعه. واول ما الباب بيتفتح بيدخلوا بسرعه وبيسحبوا كده ماندي قبل ما المخلوق ياخده، وبيستخدم كده صحاب البيت النار عشان يخوفوا المخلوق بيها ويبعدوه عنهم. وبيحط كارل وفيكي اصحاب البيت حاجات كده كتيره على الباب وبيسدوه خالص، وبيطلب كارل من المجموعه انهم يهدوا ما يعملوش اي صوت خالص. وبعد فتره الوحش بيمشي وبيقعدوا كلهم يستريحوا، وبتعالج فيكي جروح ماندي، وبيحاول شون ان هو يتصل بالطوارئ يمكن اي حد يقدر ينقذهم. وفجاه بيسمعوا صوت راجل فوق وبنعرف ان ده دوجلاس اللي شفناه في اول الفيلم، وبيقول لهم بطريقه وحشه ان مفيش اي حد هيجي ينقذهم ولا حد هيعبرهم اصلا، ولا احسن يفكروا يعملوا ايه. وبيشرح لهم كارل المخلوق ده بيتغذى على البشر، وعشان كده كان مكتوب تحذير ان محدش يدخل الغابه، وللاسف هما كمان وقعوا في نفس الفخ ودخلوا الغابه. وبيقول لهم ان في مدخل من تحت البيت الوحش حاول ان هو يدخل لهم منه، وعشان كده قفلوه وسدوه خالص. وبيحكي لهم ان المخلوق باين عليه يعرف المكان كويس جدا ويعرف تفاصيله، وان الوحش ده دايما جعان وما بيشبعش ابدا. وبيبداوا كلهم يحموا المكان ويغطوا كل المداخل اللي فيه ويزودوا الحواجز. ولما أليسا بتحاول تطلع لفوق دوجلاس بيمنعها انها تعدي، وبتروح أليسا كده تتفرج على باقي الاوض اللي موجوده وبتلاقيه كله متدمر. وبيقرب منها مات كده وبيحاول يتكلم معاها ويهديها، وبتقوله أليسا ان المخلوق هو اللي عايزهم يبقوا في البيت ده ومحدش منهم يقدر يتحرك عشان يستحوذ عليهم. بس مات بيأكد لهم ان كل اللي هي بتفكر فيه ده مجرد وهم من كتر الضغط اللي عليها يعني مش اكتر. وبتشد أليسا معاه في الكلام وبتقول له ان هو مش مقدر الوضع اللي هم فيه وبيقلل من قيمه كل حاجه. وهو بيقول لها مات ان ده مجرد حيوان مفترس مستحيل يعني يكون عنده مخ وبيدبر ويخطط لكل ده، وبيحاول ان هو يهديها وبينصحها تستخدم عقلها مش قلبها، يمكن تقدر تلاقي مخرج لانها اذكى واحده فيهم. وبيظهر المخلوق في الشباك اللي وراهم وبيخوفهم، وبيخرجوا يجيبوا الواح خشب كده ويغطوا بيها الشباك. وبيلف الوحش بعدها يعني حوالين البيت كله وبيدور على اي مكان يدخل منه. وبيلاحظوا ان هو طلع الدور اللي فوق كده وبينزل دوجلاس بسرعه لانه بيخاف على نفسه. وبيحاول كارل ومات وشون انهم يامنوا كل المداخل عشان يطمنوا. وبيدخل كارل الاوضه بالراحه وبيلاقي المخلوق في وشه، وبيقفل الباب تاني بسرعه وبيصرخ بيقول لهم انه جوه الاوضه. وبيقفوا كلهم على الباب عشان يمنعوه يوصل لهم. وبيدور كده شون على علبه البخاخه اللي كانت معاهم، وبيقدر الوحش ان هو يكسر الخشب وبيعور دراع كارل. وبيوصل شون في اللحظه دي ومعاه البخاخ وبيرش على وش الوحش كميه كبيره من البخاخ. هو بيخاف جدا المخلوق وبيمشي من المكان بسرعه، وبيقفلوا الباب بقطعه من الاساس الموجود قدامهم. وبيقول لهم دوجلاس ان ده مش كفايه لان كده ممكن يدخل بكل سهوله، وانهم لازم يمشوا كلهم من المكان ده بسرعه. وبيقعدوا بعدها يتناقشوا مع بعض هيعملوا ايه عشان يهربوا من هنا. وبتعرض أليسا عليهم انهم يقعدوا كلهم في اوضه واحده ويأمنوها كويس، وبيحسوا انها فكره كويسه. بس دوجلاس بيشوف انها هو حل مؤقت مش اكتر، لان في الاخر الوحش هيوصل لهم برضه. وبتقولوا أليسا انهم ممكن يفضلوا بس في الاوضه دي لحد ما الطوارئ توصل، لانهم اتصلوا بيهم وقالوا انهم هيوصلوا في خلال كام ساعه. وبتعصب دوجلاس عليهم وبيقول لهم اللي اتصل برضه قبل كده عشان يساعدوه محدش بعت له اي حاجه. وبتقول لهم أليسا ان اكيد صحابه ما يدوروا عليهم لو ما رجعوش. وطبعا دوجلاس ما بيقتنعش بكل الهبل ده لان مفيش اي حد ساعده وفضل هنا محبوس. وبيحاول دوجلاس يقنعهم ان هو افضل حل ليهم انهم يخرجوا ويجروا للطريق السريع، لان لو حتى حد جه عشان ينقذهم اول ما يدخل الغابه هيتاكل قبل ما يوصل لهم. وبيحكي لهم ان مراته ماتت بسبب الوحش ده، وبالرغم من كده لسه عنده امل ان هو يقدر يهرب ويعيش. وبيقترح عليهم انه واحد منهم يضحي بنفسه ويروح المخلوق عشان ياكله لحد ما الباقي يهربوا. وطبعا كلهم بيرفضوا الفكره العبيطه دي وبيهاجموه. وبيفكر مات ان هو يقدر يجري اسرع من الوحش، وبيقول لهم ان هو يقدر يوصل للطريق ويدور على حد يساعدهم. وبترفض أليسا كل الفكره وبتحاول تمنعه ان هو يعمل كده في نفسه، وبتقول ان ده خطر عليه جدا وممكن ما يقدرش ينقذ نفسه من الوحش، وما تبقاش عايزاه يضحي بنفسه عشان ينقذ الباقي. بس مات بيصمم على رايه وبيقول لها ان ده احسن حل وان مفيش حل تاني، وان كل اللي محتاجه ان اي حاجه يعني تلهي الوحش لحد ما هو يبعد شويه عن المكان ويقدر يعدي من الغابه. وبيديها جهاز لاسلكي وبيقول لها ان هو يستخدمه عشان يتواصل معاهم وهم بره. وبيقول له كارل ان هو اللي هيساعده وهيشتت الوحش
لحد ما مات يهرب لانه واجه الوحش اكتر من مرة وبيعرف يتعامل معاه. وبيخرج كده شون معاه عشان يساعده وبيراقب كده الجو وبينبهه اول ما الوحش يقرب. وبيستخدم كارل كده شعلة نار وصفارة عشان يشغل الوحش بيها، والباقي بيستنى في البيت. وبيقول له شون يعني ان الوحش خلاص داخل عليهم وبيقرب منه. وبجهاز اللاسلكي بيدي كارل كده لمات الاشارة عشان يبدأ يهرب. وبيجري مات كده بسرعة كبيرة وبيسأل كارل شون عن مكان الوحش بالظبط دلوقتي عشان يستعد. بس شون ما بيشوفش اي حاجة وبيقول له ان في حاجة غلط في المنظار. وفجأة بيسمعوا كلهم مات بيصرخ بصوت عالي جدا من بعيد، وبتتكلم أليسا مع الجهاز بس ما بيردش. وبيقرر كارل وشون انهم يرجعوا بسرعة لانهم بيحسوا بالخطر. ولما بيوصلوا الباب دوجلاس بيمنعهم يدخلوا البيت، وبيحس انه لو فتح الوحش هيدخل معاهم. وبتحاول فيكي انها يعني تزقه كده وتفتح الباب بالعافية، وبرميها دوجلاس في الارض. وبتطلب ماندي من كارل انهم يلفوا من باب المطبخ وهي هتفتح لهم، وبيقدروا انهم يدخلوا بسلام. وبيسمع المخلوف اللاسلكي وهو بياكل مات، وبيتخانق كارل كده مع دوجلاس بسبب اللي عمله فيهم، وبيضربه وبيربطه في السلم. وبعد كام دقيقة بيفوق دوجلاس وبيلاقي نفسه مربوط ومش عارف يتحرك. وبيطلب منه كارل ان هو يبقى هادي لانه كده كده مش هيفكه. وبيحاول كده يبرر له دوجلاس ان اللي عمله ده يعني بيقول له ان هو كان خايف وكان عايز يحمي نفسه ويحمي البنات اللي معاه مش اكتر. بس كارل بيرفض ان هو يسمعه ولا بيرد على كلامه. وبتتكلم أليسا مع ماندي وبتقول لها انها مش هتهرب تاني خلاص لانهم خسروا اعز اتنين عندهم بسبب الهروب. وبتقرر انها تفكر في طريقة تواجه بيها الوحش وتخلص عليه ويستريحوا بقى كلهم. وبتشكرها ماندي انها دايما جنبها وبتحميها، وبيهدوا هما الاتنين بعض بالكلام. وبتعترف لها ماندي انها حامل وانها كانت عايزه تعمل لجيف مفاجاه وهما هنا مع بعض، وتقول له وما كانتش متوقعه ان كل ده هيحصل معاهم. وهو بيتكلم معاهم شون بعدها وبيقول لهم انه خايف قوي ومش قادر يستحمل الرعب اللي هما فيه، وبيفكر طول الوقت في صحابه اللي ماتوا. وبيعترف لماندي ان حبيبته القديمه كانت على علاقه بجيف وخانته معاه وعشان كده سابها، ومرضيش يفضح جيف لانه ما كانش حابب يجرحها ويعمل مشاكل ما بينهم. وما بتصدقش ماندي كل اللي بيقوله، وبتقوله ان هو كذاب وان جيف مستحيل يعمل فيها كده. وبيحصل خناقه كبيره ما بينهم، وبتحاول أليسا انها تهديها وبتطلب منهم يبطلوا خناق لان ده مش وقته خالص. وفجأة بيلاقوا جهاز جايب اشاره وبيحاولوا يتكلموا بس ما حدش بيرد عليهم خالص. وبيسمعوا اصوات مخيفه وبيلاقوا اكتر، وفي اوضه كده تانية بيعمل الجهاز التاني اشارات برضه كده ومفيش اي حد بيتكلم. ولما بيمشوا ورا الاشاره بيلاقوا ان الصوت جاي من الدور الارضي، وبينزلوا كلهم مع بعض وكل واحد بيمسك حاجه في ايده عشان يدافع بيها عن نفسه. وهو بيستنى شون كده وفيكي فوق لحد ما الباقي يرجعوا. ولما بينزلوا يشوفوا جثه مات مرميه ومليانه جروح عميقه جدا. وفجاه بيظهر مخلوق قدامهم وبيهجم عليه كارل عشان يدي زمايله فرصه انهم يهربوا، وللاسف بيموت في الاخر. وبتزعل فيكي جدا عليه وبتتصدم ان هو مات وسابها لوحدها، وبتفضل تعيط عليه. وبتحاول أليسا انها تعالج مات يمكن تقدر تنقذ حياته، وما بتقدرش تفيده خالص لان مفيش اي اسعافات اوليه في المكان. وبيقول لها مات قبل ما يموت ان في وحشين مش واحد زي ما هم مفكرين، وبيتخضوا كلهم لما بيعرفوا. وبيقترح دوجلاس عليهم انهم يستخدموا مات طعم للوحش او في حالتنا دي للوحوش عشان يهربوا كلهم. بس أليسا بتقوله ان الوحش اذكى منهم وان كل اللي هو عايزه ان يدخل البيت ويخلص عليهم كلهم وياكلهم براحته. وبتنصحهم انهم يعملوا فخ عشان يقبضوا بيه على المخلوقات ويسجنوهم في اي مكان جوه البيت ويتخلصوا منهم للابد. وبيوافق دوجلاس على فكرتها وبيقول لها ان هو هيساعدها. وبيفك شون دوجلاس عشان يقدروا كده ان هو يقوم ويبقى معاهم. وبيقول مات لأليسا ان هو بيحبها جدا وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها. وفي اللحظه دي بيضربوا دوجلاس بقطعه خشب على وشه لحد ما بيموت، وبيخوفهم كلهم وبيقول لهم انه مستعد يعمل اي حاجه عشان يفضل عايش. وبيسحب الجثه عشان يطلعها قدام الباب ويقدمها يعني الوحوش. وفجاه الوحش بيهجم عليه من ورا وبيحاول ياكله وهو عايش. وبيستغلوا كلهم الفرصه دي وبياخدوا الحاجه بتاعتهم وبينزلوا الدور الارضي عشان يجيبوا شويه علب من ماده كيروسين، وبيرموا كده الوقود كله على الارض. وبيستعد المخلوق ساعتها عشان ينزل لهم، وبيمشي يعني ورا صوتهم عشان يوصل لهم. واول ما بيوصل لباب بتاع الدور الارضي بيلاقي المجموعه كلها قدامه، بس أليسا مش موجوده بينهم. وبتبدا تنفذ الخطه بتاعتها وبتحبس الوحش في اوضه وبترمي عليه كلها وقود، وبتولع في المكان كله. وبيصرخ الوحش من الالم اللي حاسس بيه وبيفضل يتعذب لحد ما بيموت. وبيخرجوا كلهم بره البيت بعدها،
وبترجع ماندي عشان تجيب فيكي من جوه لانها بتمسك جثة جوزها وما بترضاش تمشي وتسيبه. وفجأة بيصرخ شون وبيشدوا المخلوق التاني وبيسحبوا على الارض، وبتجري ماندي كده وفيجي بسرعة عشان يهربوا، وللأسف المخلوق بيمسك فيكي من بطنها وبياكلها. وبتقدر ماندي انها تهرب قبل ما يشوفها هي كمان، وبتوصل لأليسا وبتقول لها ان كلهم ماتوا ومش باقي حد غيرهم، وبيهربوا هما الاتنين مع بعض وبيجري الوحش وراهم بكل سرعته عشان يمسكهم. وفجأة بتتكعبل ماندي في الطريق وبتقع على الأرض، وبتحاول أليسا تساعدها عشان تقوم، بس الوحش بيوصل لهم وبيهجم على أليسا وبياكل فيها لحد ما بتموت. وبتتفرج ماندي كده عليها وبتعرف ان خلاص مفيش اي امل ان حد يساعدهم، وبتقوم وبتجري بسرعه وبتحاول تنقذ نفسها. وبتجيلها فكره وبتقرر تعملها، وبتقلع البلوزه بتاعتها المليانه بالدم وبترميها بعيده عنها، وبتغطي جسمها كله بالتراب عشان تغطي على ريحه الدم. وبتكمل جري بسرعه وبتوصل المكان اللي سابوا فيه العربيه، وبتجيب المفتاح بسرعه وبتركب العربيه وبتحاول تشغلها، بس الوحش بيظهر قدامها وبيكسر الازاز وبيهجم عليها، وبتعمل ماندي كل اللي بتقدر عليه عشان تهرب وبتشغل العربيه. وبتقرر قبل ما تمشي انها تخلص على الوحش وتنتقم لاصحابها، وبترجع بالعربيه لورا وبتدوس على الوحش وبتدمره، وبتكمل في الطريق عشان ترجع البيت بسلام، وبتستريح جدا لانها قدرت تنقذ طفلها من الموت. وبينتهي الفيلم باخر مشهد وبنشوف الوحش مرمي على الارض وميت، وبيظهر عدد كبير جدا من الوحوش في كل الغابه، وده دليل ان الرعب لسه منتهاش. اشوفكم بقى في العظمه اللي جايه. سلام.